السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. ازاي ان انت تعود الحمام عليك؟ ازاي في متعة يا جماعة في تربية الحمام ان انت تدخل مكان كده وتلاقي الحمام عنده جبال عليك وبيجري عليك وعايز يقف على كتفك ويقف على ايديك وان انت ياكل من ايدك. دي يا جدعان متعة. الحمام يا جماعة مش بس ربح. الحمام مش بس ان انت تطلع ترمي له الاكل بتاعك وتجري ويلا بينا يلا بينا. لا، الحمام يا جماعة الناس انت بتسمع كلمة غاوي. كلمة غاوي دي جاية منين؟ هقول لك شويه حاجات حلوه جدا النهارده ولذيذه جدا عن تربيه الحمام، وان انت ازاي ان انت تعود الحمام ان هو ياكل من ايدك وان هو يقف على ايدك وان انت تمشي بيه، وان انت لو بره على السطح مثلا وبتصفر الحمام كله يتلم عليك. كل ده يا جماعه متعه، كل دي الغيه. انت بتسمع واحد يقول لك والله العظيم انا بنسى هموم الدنيا لما بطلع اقعد عند الحمام. ده حقيقه. الحمام ده عشق. الحمام ده سبحان الله اللي علم الناس الحب والسلام، وهو رمز للحب والسلام في العالم كله. يعني انت مش بتطلع ترمي الحمام اكل على الارض كده. يعني انا شايفين لا، الحمام مش كده يا جدعان. مش تربيه الحمام ان انا اطلع ارمي الحمامتين بتوع الاكل على الارض كده واجري ويلا بينا يلا بينا. لا يا جدعان، هقول لك طريقه دلوقتي ان انت تحبب الحمام فيك، وازاي ان انت تخلي الحمام ان هو عنده اقبال عليك حتى لو الحمام ده عمره ما كل من ايدك قبل كده. يعني في ناس هتقول لي انا بربي عمر الحمام ما شفته كل من ايديا، والحمام لما بشوفني بيجري. في ناس بشوف تعليقات على فكره يا جماعه، انا يعني ممكن عندي درايه عنكم شويه لان بشوف تعليقاتكم كلكم وبرد على معظم تعليقاتكم. في ناس بتقول لي انا الحمام بمجرد ما بشوفني بيجري. لا، انسى الموضوع ده. اهم حاجه ما تعمليش الاكل على الارض كده وتجري. لا، انت بتكلف كل يوم مثلا العصر، انا بكلف كل يوم الساعه 4. لا، ما اكلفش الساعه 4. والحمام يا جماعه لازم ياكل بميعاد. بالمناسبه الحمام لازم ياكل بميعاد. فعشان الحمام ما يمرضش، وعشان تقدر تحبب الحمام فيك، وعشان تقدر تطلع زغاليل حجمها كويس، لان الحمام لما بياكل بميعاد بياكل الزغاليل كويس. يا جدعان انا عشان اكل الحمام بدايه بالشكل اللي انت شايفينه دون، ما يعني لازما ما ارميش الاكل على الارض. احط الحمام اكل كده بمستوى الارض، واحده واحده ركز معايا. بحط الحمام كده في مستوى الارض، فالحمام كله بياكل من ايدي عادي خالص. في فرد اهوت بدا ان هو يطلع على ايديا تمام كده. في حمام تاني عمره ما شافه. فالحمام التاني ده بدأت انا ابقى مصدر امان بالنسبه ليه. ببدا اخد الفرد ده وابدا اقف بيه شويه، فالحمام شايفه، الحمام عينيه عليه. خلي بالك الحمام ذكي. الحمام اللي تحت ده كله شايف الفرد ده وهو على ايديا تمام كده. فبقيت انا عارف ان انا امان. انا واقف اهوت يا جماعه. الطبيعي بتاع الانسان هو الانسان ما بيمشيش على الانسان بيبقى بيدخل عند الحمام واقف. فانا واقف اهو. فلما اخد فرد واقف بيه، فالحمام كله عارف ان انا مصدر امان. طيب نجرب نطلع فرد على ايدينا كده. الصفاره دي على فكره مهمه، ان انت تعود الحمام ده على صفاره. مهم. الفرد ده كبير عندي شويه، بقاله حوالي 6 سنين او 7 سنين. الذكر ده على فكره ذكر بلدي. في ناس ممكن تشوفه تقول ده حمام شعلباز بعرفه وفي شروال في رجله. لا، ذكر بلدي. البلدي يا جماعه بيجي بكل الاشكال والالوان. ادام الشعلباز ما بيلعبش يبقى اسمه بلدي. ادام الشعلباز ما بيلعبش، في ناس بيقول لك ده حمام شعلباز بس ما بيلعبش. لا، مفيش حاجه اسمها شعلباز ما بيلعبش. الشعلباز لازم يكون بيلعب، يا اما كده يا اما انا بقول عليه بلدي. اهوت يا جماعه بالشكل دوت. فرد دوت انا وقفت بيه وببدا ان انا اكله من ايديا عادي خالص، ما عنديش اي مشكله. الحمام كله اللي انتوا شايفينه ده في المكان عندي كله شايف الفرد ده، شايفه. فانا عارف ان الحمام ده عارف ان انا امان، مش هضره، مش هاذيه، مش هعمل له اي حاجه. هتلاقي في فرد تاني دلوقتي شايفين الكركنديه دي. اهي الكركنديه عشان شافت التاني فعايزه تنزل تاكل من ايديا، عشان شافت التاني واقف على ايديا. اللحم الفرنساوي ده، بس انا ما بحبش اللحم الفرنساوي ان هو ياكل من ايديا. ليه؟ حمامه رخمه وحمامه بتضرب. بس سيبك منها يا عم خالص، خلاص انت هتصاحبني. شوف الحمام او انقض على الكلفه، لقاها فرصه وانقض على الكلفه. دي على فكره مش كلفه الحمام ديت، مش كلفه الحمام بس عشان الناس بتقول انت بتوكل ايه ده. دي علف تسمين وقمح وتشيش وكسر عيش وحاجات ياما، بس مش ورز. ولكن ده مش بتاعه الحمام. ده انا دخلت بقى بالصدفه كده مفكرتها بتاعه الحمام، ديت بتاعه الدواجن. فانا دخلت بيها فقلت اكل منها بقى وخلاص. دلوقتي اللي الشويه اللي انا بصور فيهم دول. طيب اهو يا جماعه، يعني اي فرد اهوت ممكن اكل بقى اي فرد من ايديا.
اهو شوف بقى، ده بيتخانق عشان يطلع على ايديا. بص هو مش عارف، بيقول لها انت رايح فين؟ لا ده انا، ده حبيبي وانا عايز اطلع اكل من على ايديه، والقصه دي كلها. بس انا مش لازم تثبت ايدك يا جماعه، لازم تثبت ايدك، ما تخوفش الفرد في البدايه، ما تعملش حركه كتير، ما تجريش كتير. تعالوا بقى نشوف في حمام تاني هيقف على ايدينا. يا جدعان دي متعه، ده فرد هو حمام بلدي، مش بلدي بقى، ده كان هجين هزاز، كان هجين هزاز مع استرالي. الفرد اللي باكل من ده دلوقتي ده هجين، هو قالش يعني، هو قالش دلوقتي. الذكر ده كبير برضه عندي ومسن. في فرد لحمه يا جماعه باكل من ايده دوت، لو تاخدوا بالكم ما فيهوش عين خالص، ما فيهوش عين خالص، وشغال وبينتج وزي الفل. بصهم او لا ايوه، ده مش دعمة عين يا جدعان، ده ما عندوش عين خالص، عينيه مقلوعه، وعمره ما روق البيض. والله العظيم انا عمر الذكر ده ما شفته بروق البيض. في الذكوره سليمه بتروق، انما ده يعني كل ذو عاهة جبار، او مش عارف بيقول المثل ده ازاي، كل ذي عاهة جبار. ايوه مفيش مرة روق البيض، ان شاء الله اللي هم اسلام بيروقوا البيض ساعات، ولكن ده عمره ما روق البيض. ده لحم يا جماعة فرنساوي اهوت. والحمام طول ما هو شايفني كده انا واقف بيه، ففي حمام تاني عايز يطلع على دي، واخدين بالكم؟ يعني انا واقف بالفرد ده اهون، ففي حمام تاني عايز يطلع يقف ياكل من ايديا. ليه؟ لان هو شاف الفرد ده على دي، فهم كلك واخدين بالهم من الفرد ده على ده. شوف اهو، ده بص، ده عايز يطلع والتاني عايز يطلع والتالت عايز يطلع. لو انا ايديا واطيه شويه كلك طلع عليه. هننزل، حاول ان احنا ننزل لهم شويه على الارض اهو. بصوا يا جماعه اهو، ولكن هم بيتخانقوا برضو يعني، هيضربوا بعض. بص اهو، اللحم مش هيدخل. انا ما بحبش اللحم ياكل من ايديا بصراحه، بصراحه. ليه؟ حمامه تشد في جلد ايديك كده وتخربش في ايديك. وبص بص 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 اهو، سايب الاكل. بص شوف اهو، دي لحم اهو، ده لحم يا جماعه اهو. شوف عمال بيعمل ايه في ايديا، بصوا اهو عمال يشد، بيقطع في ايديا. انزل يا عم، انزل يا عم. انا سايبه بس كده عشان ايه؟ الحمام التاني حسسه بالامان، وحسسه بان انا امان بالنسبه لي. طيب يا جماعه الحمام ده عشق اهو. ده فرد اهوت، خدته على ايديا، عايز امشي بيه مثلا، عايز انا امشي بالفرد ده، ما اعملش حركه مفاجاه، ما اعملش حركه مفاجاه عشان ما يجريش مني مره واحده. افضل ثابت بيه شويه كده، وابدا اتحرك سنه شمال سنه يمين، امشي بيه هنا شويه هنا شويه. لو عملت حركه مفاجاه هيطير مني، واخدين بالكم؟ اهو عشان انا ثابت، لو انا ابدا اتحرك بقى هيطير من ايديا. بص بص اهو اهو اهو. بس يا عم، يلا يا عم، يلا يا عم بقى، انت هتصاحبني يا عم، يلا يا عم. تعالى انت كده، تعالى، ده شقلباظ بقى، تعالى انت كده، تعالى. انت مش عايز تيجي؟ انت حر براحتك، في غيرك. دايما وانت بتاكله تنادي عليه بالصفاره، تنادي عليه بالصفاره، هيعرف ان انت صاحبه، وهيعرف ان انت حبيبه، وهيجي عليك، وهيكون عنده اقبال ان هو ياكل من ايديك. يا جماعه تربيه الحمام مش بس مكسب، تربيه الحمام مش بس ان انت تربي حمام عشان تذبح. تربيه الحمام ده مزاج وغيه، وناس مدمنه تربيه حمام. والله في ناس مدمنه حرفيا تربيه الحمام. بتمنى يا شباب يكون الفيديو بتاع النهارده قدم لكم معلومه ولو بسيطه. ان شاء الله تعالى اشوفكم في فيديوهات مقبله. صدقكم الله.